في لعيبة كده فكرت الدوري السعودي فسحة، هنروح ناخد قرشين نهيص ونسهر وننبسط وبعدين نروح. من الآخر رايحين يقلبوا لهم قرشين ويتوكلوا على الله، والناس دي غلابة قوي لأنهم ضيعوا على نفسهم فرصة كبيرة قوي. ما هو رواتب الدوري السعودي تعتبر الأعلى في العالم، يعني لو لعبت هناك 3 سنين على الأقل هتعمل أرقام ما تحلمش بيها أحسن ما تطرد من أول سنة. فتعال بقى نشوف المطرودين من السعودية. إمريك لابورت من ساعة ما وصل ما قدمش إضافة كبيرة، مع إنه كان بيتبصله على إنه الأمل في دفاع النصر. اللاعب جاله حنين لأوروبا وعايز يمشي بأي طريقة، لكن إدارة النصر حطت شرط إنه يدفع فيه اللي جه بيه من السيتي وساعتها هتسيبه يمشي. رغبة لابورت في الرجوع لأوروبا أثرت على مستواه بشكل كبير ويخليك تسأل طب أنت جيت ليه يا ابني؟ اللاعب عنده عروض من أتلتيك بلباو وفي تفكير من ميلان ويوفنتوس، لكن وضعهم المادي يخليه بعيد عنهم. مش معروف مصيره هيروح فين، لكن المؤكد ان مستقبله بره السعوديه. رينان لودي جه في يناير وهيمشي في اغسطس، لانه من الاخر كده ما دخلش دماغ اي حد في الهلال. كان منتظر منه يلعب اساسي مرتاح وفعلا قدم ماتشات كويسه، لكن الاوقات اللي كان سايق فيها كان اكتر وظهر فقد التواصل والانسجام. مع ان الهلال فيه لعيبه برازيليين كتير وروبن نوفير بيتكلم برتغالي ومدربه برازيلي زيه، يعني انسجامه المفروض يكون سهل مع المجموعه. صفقه غريبه مش من حيث المضمون لان الهلال كان محتاج باك شمال، لكن من حيث الشكل انت جاي في ايه وماشي في ايه. جابي فيجا من اكتر الصفقات اللي اثارت الجدول وقت حدوثها، لدرجه ان توني كروس انتقده على تويتر. فيجا كان من اهم المواهب في اسبانيا وكان فيه اهتمام قوي بيه من ريال مدريد وبرشلونه وليفربول. اللاعب كان على وشك ينضم لواحد منهم لحد ما فجاه قرر يروح السعوديه. السبب ما كانش مفهوم، وكان بيقال انه حاول يلحق خطوه الدوري السعودي وياخد مبلغ محترم منها وبعدين يروح لاوروبا لانه لسه صغير جدا في السن. لكن من الواضح ان الامور ما مشيتش معاه بشكل كويس وهيكون من الراحلين عن الدوري السعودي. اللاعب عنده عرض من استون فيلا، الفريق داخل دوري الابطال وبيحاول يبني فريق قوي يحاول يكرر بيه المشاركه في البطوله من تاني. سعر فيجا 25 مليون يورو، بس اللي هيتعاقد معاه محتاج يدفع اكتر من الرقم ده شويه. جه الاتحاد ب 30 مليون يورو بعد ما كان بيتفاوض مع توتنهام وليفربول علشان تتحول الصفقه من احلام بالنسبه له لكابوس مش عارف يخرج منه. اللاعب فجاه خرج من القايمه ونونو سانتو طلب رحيله مع انه كان لسه ماضي، وفين وفين على ما لعب مع الفريق، وعلى مدار موسم كامل لعب اقل من 1500 دقيقه وساهم في 6 اهداف بس. مؤكد انه هيخرج من الاتحاد وحاليا بيفكر يرجع اوروبا ويحاول ينقذ مسيرته، لكن في عرض من القادسيه السعودي مع ضمانات باللعب، يعني عنده فرصه يكمل الحلم السعودي. فيا ترى هيختار ايه؟ يكمل في السعوديه وسط طوفان الفلوس دي ولا يحاول يرجع اوروبا من تاني؟ مريح ديميرال كان مدافع ليه مستقبل كبير وعنده خبرة كبيرة، وجوده في الأهلي كان مصدر سعادة لجماهيره، لكن جات له كذا إصابة عطلت انطلاقته مع الفريق وخسر مكانه في التشكيل الأساسي. وفي عرض من نابولي بطلب من كونتي، واللاعب بيفكر يرجع إيطاليا عشان يلعب فيها مع يوفنتوس وأتلانتا وساسولو، والأهلي مش هيمانع لأنهم عندهم خطة يغيروا كتير في الفريق ويضحوا بأكتر من محترف. روبرتو فيرمينيو ما قدمش اللي كان منتظر منه في الملعب وكان واخدها مصيف وخسر مكانه لفراس بريكان. سجل 9 أهداف وصنع 7 في 34 مباراة، وفراس سجل 15 وصنع 7 في 29 مباراة. قيمة فيرمينيو السوقية قلت ل 8 مليون يورو بس، وده رقم في أندية كتير تقدر تدفعه في أوروبا، لكن الواضح إن الوجهة هتكون البرازيل مش أوروبا، لأن بعد اللي قدمه في السعودية وإن مستواه أصلا كان بدأ يضيع في أواخره مع ليفربول خلوا الرهان عليه شبه مستحيل، خصوصا مع وصوله ل 32 سنة. ساديو ماني ينطبق عليه مقولة جبتك يا عبد المعين تعني. كان الكل مستني ثنائية ماني ورونالدو في النصر، لكن الحقيقة ماني ما قدمش أي حاجة وجاي يكمل اللي كان بيعمله في بايرن ميونخ اللي هو ولا حاجة برضه. اللاعب فقد كل حاجة، السرعة والمهارة والقدرة على إنه يرجع يدافع ويساند زمايله، بقى شبح لماني اللي كان مكسر الدنيا في ليفربول. رقميا هو مسجل 19 هدف وصانع 11 في 46 مباراة، لكن فعليا كل الأهداف دي ملهاش أي لازمة وما جاتش بمهارة خارقة ولا حاجة. إدارة النصر نفسها ما عندهاش امل اكتر من كده في اللاعب وبيفكروا جديا يا يتباع يا يروح اعاره لاي فريق في اوروبا. حاليا في عرضين، عرض من القادسيه السعودي وده مناسب لو حب يكمل في السعوديه، وعرض من جيرونا اللي هيلعب في دوري الابطال السنه الجايه. وحقيقي الواحد حزين على وضع ماني في الكوره اخر كام سنه. هي دي قايمه المطرودين من السعوديه. هل في حد تاني نسينا نقول